السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ هنكمل النهاردة حل باقي الدرس التاني. هنحل من السؤال 24 لسؤال 45. رقم 24: ما المقاومة المكافأة قبل وبعد غلق المفتاح كي على الترتيب في كل من الحالات الآتية. رقم 1: في حالة فتح المفتاح، يعني الجزء ده مش هيكون موجود معايا، يعني التيار هيمشي كده كده وهيعدي بالمقاومة 3 والمقاومة 6 والاتنين متوصلين مع بعض توالي، يعني الار بتاعتهم هتساوي 9 اوم. طيب في حالة غلق المفتاح، لو المفتاح كان مقفول يبقى التيار هيمشي كده كده، هيمر بنقطة هسميها 1، وده سلك فاضي يبقى دي برضو ايه؟ 1. معنى كده ان السلك الفاضي لغالي برضو المقاومة دي، يعني الار برضو هتكون ايه؟ هتكون 9 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 2: قبل غلق المفتاح، يبقى الجزء ده مكانش موجود، يعني الأربعة والأربعة متوصلين مع بعض توازي وليهم نفس القيمة، يعني الار بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني 4 على 2 هتساوي ايه؟ 2 اوم. طيب في حالة غلق المفتاح هيبقى في سلك فاضي بين المقاومتين اللي متوصلين مع بعض على التوازي، يعني معنى كده هيلغيلي المقاومتين. اقول لك ازاي؟ ادي عندي نقطة اسميها 1، سلك فاضي يبقى نفس النقطة، وادي سلك فاضي يبقى نفس النقطة، وادي كمان سلك فاضي يبقى نفس النقطة. يبقى التيار مشي في الاسلاك الفاضية معداش ولا مقاومة، معنى كده ان الار هتكون بايه؟ بزيرو. يبقى الاجابة هتكون رقم ب. رقم 3: قبل غلق المفتاح، يعني مقاومة 8 دي مش معايا. تعالى بص كده معايا، التيار داخل من هنا، عندي هنا نقطة هسميها 1، عندي كمان نقطة هنا هسميها 2، وده سلك فاضي يبقى دي برضو ايه؟ 2، والنقطة دي هسميها 3. بص كده، المقاومة 12 والستة من 1 ل2، ودي من 1 ل2، يبقى الاتنين مع بعض توازي، وال12 دي والستة دي الاتنين من 2 ل3 ومن 2 ل3، معنى كده ان الاتنين دول برضو ايه؟ توازي، والاتنين مع بعض توالي. تعال نرسمها بشكل ابسط. ادي النقطة 1، وادي دي النقطة 2، وادي دي النقطة ايه؟ 3. عندي هنا مقاومة ب6، وكمان مقاومة ايه؟ ب12. عندي برضو من 2 ل3 مقاومة ب6 ومقاومة 12. دول توازي ودول توازي. هجيب واحدة منهم، الار الواحدة منهم هتساوي حاصل الضرب على حاصل الجمع، يعني 6 في 12 على 6 زائد 12، هتطلع معايا ب4 اوم. معنى كده ان الجزء ده 4 اوم والجزء ده ايه؟ 4 اوم، والاتنين مع بعض توالي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي 8 اوم، وده قبل. طيب بعد غلق المفتاح، يعني الجزء ده معايا، يعني المقاومة 8 معايا، والمقاومة 8 من 1 ل3، معنى كده ان انا عندي مقاومة كمان هنا من 1 ل3 ب8 اوم، وانا جبت الجزء اللي تحت ده كله ب8. يعني الشكل بقى كالآتي: عندي مقاومة 8، وتحت انا فكيت الجزء ده كله ل8 اوم، يبقى دي 8 اوم. يبقى انا بقى عندي مقاومتين توازي والاتنين ليهم نفس القيمة، يبقى الار بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني هتساوي 8 على الاتنين، هتطلع معايا ب4 اوم، وده بعد. يبقى الإجابة هتكون ايه؟ رقم ج، 8 و4. رقم 4: بص كده معايا، قبل غلق المفتاح عندي هنا نقطة هسميها 1، عندي هنا دي هتبقى النقطة 2، ودي ايه؟ النقطة 3. ال15 وال15 الاتنين مع بعض توالي، يبقى الاتنين ايه؟ ب30 اوم، وال30 توازي مع ال15، يبقى الار بتاعتها هتساوي حاصل الضرب على حاصل الجمع، 30 في 15 على 30 زائد 15، هتحسبها هتطلع معاك ب10 اوم. يبقى الجزء ده كله ايه؟ ب10 اوم، اللي هو من 1 ل2، وال10 اللي انا جبتها دي هتبقى توالي مع ال5. تمام كده؟ لان انا لو عدت الرسمة تاني هتاخد بالك انا بتكلم في ايه. عندي دي نقطة ونقطة ونقطة، عندي مقاومة ب15 من 1 ل2، وعندي مقاومتين 15 و15، وانا جبتهم ب30، وانا فكيت دي كلها بمقاومة كام؟ بمقاومة 10 اوم، يبقى الجزء ده كله ب10 اوم. عندي من 2 ل3 مقاومة 5 اوم، يبقى من 2 ل3
نرقمهم عشان منتوهش. دي النقطة 3 ودي النقطة 2 ودي النقطة 1. هنا 5 أوم. من 2 ل3، من 1 ل3 15. يبقى من 1 ل3 معايا ايه؟ 15 أوم. أنا جبت الجزء ده كله ب10. ال10 هتبقى توالي مع ال5 يبقى 15 أوم. ال15 توازي مع ال15 والاتنين ليهم نفس القيمة، يبقى الار بتاعتها هتساوي ايه؟ 15 على الاتنين هتساوي 7.5. ودي قبل. طيب بعد غلق المفتاح أنا معايا هنا سلك فاضي. بص كده معايا، النقطة رقم 2 هتبقى دي 2 برضو عشان ده سلك فاضي وده سلك فاضي، يبقى دي هتبقى 2. يبقى السلك الفاضي ده لغالي المقاومة 5، يبقى أنا مبقاش عندي المقاومة 5. بقى عندي ايه؟ بقى عندي الجزء ده بس، وده جبته ب10 اوم، هيبقى توازي مع ال15 اوم. يبقى الار بتاعتها هتساوي، هنقول 15 في 10 على 15 زائد 10 يبقى 25. هتحسبها هتطلع معاك ب6 اوم. يبقى الإجابة هتكون ايه؟ رقم ألف. رقم 5، في حالة فتح المفتاح يعني الجزء ده كله مش موجود معايا، التيار هيمشي من هنا، هيمشي هنا في سلك ايه؟ في سلك فاضي متوازي مع المقاومتين 30 و30. معنى كده انه هيلغي المقاومتين دول عشان النقطة دي هي نفس النقطة دي، فالتيار هيمشي في السلك الفاضي فهيلغي المقاومتين. هيمر بالمقاومة 5 و5 و5 لحد ما يوصل للنقطة دي. تمام كده؟ تمام. يعني الار هتساوي الاربع مقاومات متوصلين مع بعض توالي، يبقى الار هتساوي ايه؟ 20 اوم. طيب في حالة غلق المفتاح يعني المفتاح هيبقى مقفول، يعني المقاومة 30 و30 و30 هيبقوا متوصلين مع بعض على التوازي. الار بتاعتهم هتساوي 30 على ال3 هتساوي 10 اوم. يبقى انا جبت الجزء ده كله ايه؟ ب10 اوم. بقى مقاومة واحدة بالشكل ده. انا عندي هنا مقاومة 5، وانا جبت الجزء ده بمقاومة واحدة 10 اوم، وعندي هنا 5 وهنا ايه؟ 5 اوم وهنا 5. يبقى ال10 دي هتبقى توازي مع ال5 و5. ال5 و5 توالي هيبقوا ب10 اوم، هتبقى توازي مع ال10 دي. يبقى الار بتاعتها هتبقى ايه؟ 10 على الاتنين هتساوي 5 اوم. انا جبت الجزء ده كله ب5 اوم، يعني الشكل هيكون كالآتي. انا جبت الجزء ده ب5 اوم، وعندي هنا 5 وهنا ايه؟ 5. معنى كده ان التلاتة هيكونوا ايه؟ توالي مع بعض. يبقى الار هتساوي 15 اوم. يبقى الإجابة هتكون ايه؟ أنا جبت الار قبل ب20 وبعد ب15، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 6، بص كده معايا، في حالة فتح المفتاح يعني الجزء ده كله مش هيكون معايا، لأن هو هنا متصل بالدايرة لكن هنا فاضي، فمعنى كده إن الجزء ده كله مش معايا. يبقى الار هتساوي 10 و5 و10 متوصلين مع بعض توالي، يبقى هتساوي 25 اوم. طيب في حالة بقى غلق المفتاح، 10 و10 هيكونوا مع بعض توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي 5. يبقى انا جبت الجزء ده بمقاومة واحدة 5 اوم. ال5 دي هتكون توازي مع ال5 دي، الار بتاعتهم هتساوي 2.5 اوم. يبقى انا فكيت الجزء ده، يبقى انا كان عندي ادي الشكل اهو، دي 10 ودي 10 وادي دي 5، وانا كان عندي هنا مقاومة 2.5، ودي المقاومة دي فكيتها ب5 ودي ب5 والاتنين مع بعض توازي، جبتهم بمقاومة واحدة 2.5. يبقى ال2.5 دي وال2.5 دي الاتنين مع بعض توالي، يبقى هيساوي مقاومة واحدة بتساوي 5 اوم. والخمسة هتكون توازي مع ال5 دي، يبقى الار برضو هتكون ايه؟ 2.5. يبقى انا وصلت لايه؟ لمقاومة واحدة ب2.5 توالي مع المقاومة 10 والمقاومة ايه؟ 10. يبقى الار هتساوي 22.5. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 25 فيها الدائرة المقابلة عند غلق المفتاح تقل قيمة المقاومة المكافئة للدائرة إلى نصف قيمتها. معنى كده إن الار 2 بتساوي نص الار 1، فإن قيمة الار بتساوي
قبل غلق المفتاح عندي 5 و30 و15 التلاتة مع بعض توالي الار بتاعتهم ب50 اوم، وال45 والخمسة الاتنين مع بعض توالي الار بتاعتهم ب50 اوم، وال50 والخمسين توازي مع بعض، يبقى الار بتاعتهم هتساوي ايه؟ 50 على الاتنين هتساوي 25 اوم. ال25 هتكون توالي مع الار، يبقى الار المكافأة اللي هي R1 قبل غلق المفتاح هتساوي R زائد 25. طب الار بعد غلق المفتاح عندي مقفول، يبقى الخمسة دي وال45 الاتنين هيكونوا مع بعض توازي، وال30 وال15 توالي مع بعض، يبقى هيساووا 45 هيكونوا توازي مع الخمسة. هجيب ار لواحدة فيهم هتساوي الخمسة في 45 على ال50 هتطلع معايا ب4.5، يبقى الجزء ده ب4.5 وده ب4.5، الاتنين مع بعض هتبقى الار بتاعتهم ب9، يبقى الار بعد غلق المفتاح بتاعت الدايرة كلها هتساوي ار زائد 9. هعمل نسبة بينهم، يبقى الار1 بالنسبة للار2 والار2 بتساوي نص الار1، نص ار1 هتساوي الار1 ار زائد 25 والار2 ار زائد 9. الار1 هتروح مع الار1 والاتنين هتطلع فوق، يبقى هتساوي 2. هنضرب طرفين في وسطين، الاتنين في الار هتساوي 2 ار، والاتنين في التسعة هتساوي 18، وده كله مضروب في واحد هينزل زي ما هو، يبقى ار زائد 25. دي هتروح بالماينس ودي هتيجي هنا بالماينس، يبقى الار هتساوي 25 ناقص 18 هتطلع معايا ب7 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 26 5 مقاومات متماثلة تتصل معا كما بالشكل المقابل، فكانت المقاومة المكافئة لها R أوف. إذا أعيد توصيل المقاومات الخمسة بعدة طرق، فأي من طرق التوصيل بالأشكال التالية تجعل المقاومة المكافئة نص ال R أوف. بص كده معايا، هفترض إن دي R وإن دي R وإن دي R ودي R ودي R، دي مع دي توازي هتبقى نص R، ودي مع دي توازي هتبقى نص R، ودي ار هيبقوا التلاتة مع بعض توالي، يبقى الار المكافأة هتساوي 2 ار. وقال لي اي شكل بعد كده هيخليها لي نص الار دي، يبقى هو عاوز الشكل اللي هتكون قيمته ار. تعال ناخدهم شكل شكل. المقاومة دي ار ودي ار ودي ار، التلاتة مع بعض توازي هيبقوا تلت ار، ودول هيبقوا ايه؟ نص الار. هنجمعهم عمرهم ما هيطلعوا ار، يبقى دي مش معانا. دول توالي ار وار وار هتبقى 3 ار، ودي ار وار هتبقى نص ار، هتبقى 3.5 ار، يبقى دي مش معانا. دي برضو ار وار 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 ودي ار، الأربعة مع بعض توازي وليهم نفس القيمة، هيبقى ربع الار، يبقى المقاومة المكافأة هتبقى 1.25 ار، يبقى دي مش معانا. بص كده لآخر رسمة، تعالى كده ارسمها بشكل تاني عشان تاخد بالك منها. عندي دي ار ودي ار ودي ار ودي ار ودي ار. الرسمة دي كانت بتتغير معايا، بس ده بشرط لو الار دي على الار دي هي نفس نسبة الار دي على الار دي، وهي فعلا نفس النسبة، يبقى المقاومة دي هتتلغي، هيبقى الشكل كالآتي: ار وهنا ار، ولغينا المقاومة اللي في النص، بقى عندي المقاومتين التانيين برضو ايه مع بعض على التوازي، يبقى بقى عندي الاتنين دول توازي بنص الار، والاتنين دول توازي بنص الار، والاتنين مع بعض هيبقوا ار، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى ايه؟ رقم د. رقم 27 4 مقاومات متماثلة تم توصيلها بطرق مختلفة كما بالأشكال التالية، فأي من هذه الأشكال تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B أكبر. تعالوا نشوفهم شكل شكل. الشكل الأول عندي هنا نقطة مجمعة وده سلك فاضي، يبقى نفس النقطة هسميها 1. عندي نقطة تانية هسميها 2 وده سلك فاضي، يبقى دي نفس النقطة. يبقى عندي هسمي المقاومات R و R و R و R، هما كده كده قال ان هما ايه؟ متماثلين. الار دي بين 1 و2، يبقى انا عندي بين 1 و2 ار. عندي دي برضو بين 1 و2،
عندي الاتنين دول بين الواحد واتنين، والاتنين على التوالي يبقى 2R. هحل دول مع بعض هتطلع لي نص R، يبقى الR المكافأة هتساوي 2R في نص الR على 2.5R، تطلع معايا 0.4R، يبقى دي 0.4. تعال بص كده على الشكل التاني، عندي نقطة مجمعة هسميها 1، عندي نقطة كمان هسميها 2، وده سلك فاضي، يبقى دي نفس النقطة هسميها 2، ودي النقطة 3. تعالى نعيد رسمها، المقاومات برضو R و R و R و R، ادي 1 2 3. عندي دي بين 1 و2 R، ادي 1 2 3. عندي الار دي بين 1 و2، عندي الار دي بين الاتنين والتلاتة، ودي بين الاتنين والتلاتة، يبقى الاتنين دول مع بعض توازي، والاتنين دول مع بعض توازي، دول نص ار ودول نص ار، يبقى الار المكافأة بتاعتهم هتساوي ار، يبقى دي بار. رقم ج، بص كده معايا، عندي هنا نقطة مجمعة هسميها 1، وده سلك فاضي، يبقى دي 1، دي 2، ودي 3. عندي 3 نقط، عندي الار دي بين 1 و2، وعندي الار دي كمان بين 1 و2، يبقى الاتنين مع بعض توازي. عندي هنا ادي النقطة 1 ونقطة 2 والنقطة 3، الار دي بين 1 و2، ودي كمان بين 1 و2، دي بين 1 و3، والار دي بين الاتنين والتلاتة، دول مع بعض توازي، هيطلعوا نص ار توالي مع الار دي، هتبقى 1.5R. الواحد ونص توازي مع الار، يبقى الار المكافأة هتطلع معايا حصل الضرب على حصل الجمع، يعني 1.5R مضروبة في الار على 2.5R، هتطلع معايا 0.6R، يبقى دي ايه 0.6. تعال للشكل الأخير، عندي نقطة هنا هسميها 1، والنقطة دي هسميها 2، والنقطة دي 3، وده سلك فاضي، يبقى دي 3. تعالوا نرسمها، ادي النقطة 1، وادي النقطة 2، وادي النقطة 3. عندي الار دي من 1 و3، وعندي الار دي بين 1 و2، وعندي الار دي بين الاتنين و3، وعندي الار دي بين ايه الاتنين والتلاتة. لو خدت بالك هتلاقي ان الرسمة دي شبه الرسمة دي بالظبط، ان الاتنين دول هيكونوا توازي مع بعض، فهتبقى نص، توالي مع الار هتبقى 1.5R، توازي مع الار يبقى هتطلع برضو ايه ب 0.6R، يبقى اكبر مقاومة هتكون الار، يبقى الاجابة هتكون رقم ب. رقم 28، المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموضحة بالشكل المقابل عند توصيل مصدر كهربي بالنقطتين A و B، معنى كده ان بدايتي A ونهايتي B. بص كده معايا على الشكل الاول، عندي ادي نقطة A، وادي نقطة B، وادي نقطة C، وسلك فاضي، يبقى دي برضو ايه C. تعالى نعيد رسمها تاني علشان تبقى ايه ابسط بالنسبة لنا شوية، ادي النقطة A، وادي النقطة B، دي البداية بتاعتي ودي النهاية، والنقطة C. عندي بين ال A وال C 6 وال3، يبقى عندي 3 وال6 بين ايه بين النقطة A وال C. طيب بين النقطة ال A وال B عندي 8، نشطب على اللي خدناه عشان ما نتوهش. عندي بين النقطة B والنقطة C 18 وال9،
كده الرسمة بقت بسيطة بالنسبة لنا. تعالوا بقى نحلها مع بعض. عندي ال18 وال9 توازي مع بعض، الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 18 في 9 على 18 زائد 9. هتحسبها هتطلع معاك ب6 اوم. يبقى دي جبناها بايه؟ ب6 اوم. الستة والتلاتة برضو توازي، يعني الار بتاعتهم هتساوي التلاتة في الستة على 3 زائد 6. هتطلع معانا ب2 اوم. يبقى دي جبناها ايه؟ ب2 اوم. والاتنين مع بعض توالي، يعني الفرع ده كله ب8 اوم، والتمانية مع التمانية توازي، يبقى الار بتاعتها هتساوي ار على الان، يعني 8 على الاتنين، تطلع معانا ب4 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 2 بيقولك عاوزها بين النقطتين B والC. معنى كده ان البي هي البداية والسي هي النهاية بتاعتي. تعال نرسمها تاني. انا عندي نقطة البي اللي هي البداية بتاعتي، نقطة النهاية بتاعتي السي، وبينهم الاي. بين الاي والبي عندنا بين الاي والبي التمانية، ودي خدناها. عندنا بين الاي والسي التلاتة والستة. بين البي والسي عندنا ال18 والتسعة. تمام، كده كده الرسم بقى بسيطة جدا. تعالوا بقى نحلها مع بعض. دول توازي وجبناهم ب2 اوم، توالي مع التمانية هتبقى 10 اوم، والتلاتة مع بعض توازي، يعني الار بتاعتهم هتساوي 1/9 زائد 1/10 زائد 1/18، وكلهم أس ماينس 1. هتحسبها هتطلع معاك ب3.75 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. رقم 29 فيها الشكل المقابل. إذا كانت قيمة كل مقاومة R فإن قيمة المقاومة المكافئة هتساوي. كل مقاومة بتساوي R. بص كده معايا على المقاومة دي، بين فرعين، ونسبة المقاومة دي للمقاومة دي هي نسبة المقاومة دي للمقاومة دي. تعالى ارسمها لك تاني بشكل أحسن شوية. أنا عندي المقاومتين دول R و R، يبقى أنا خدت دول، والمقاومة دي بينهم تساوي R. وعندي مقاومتين كمان R و R، يبقى ما بقاش غير المقاومة دي متوصلة بكله R. نسبة دي لدي بتساوي نسبة دي لدي، يبقى الار دي ملغية. يبقى الشكل هيبقى كالآتي: معايا ار وار توازي، والمقاومة اللي هنا اتلغت، ومعايا ار وار برضو توازي، كلهم متوصلين توازي مع مقاومة ار. المقاومة المكافئة لدي هتساوي نص ار، ودي نص ار، والاتنين توالي، يبقى الفرع كله هيبقى ار. الار دي توازي مع الار دي، يبقى المقاومة المكافئة هتبقى نص ار. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 30 فيها الدائرتين الكهربيتين المتقابلتين شدتي التيار I1 و I2 متساويين، فإن النسبة بين ال VB1 لل VB2. بص كده معايا على الشكل الأولاني. التيار I1 هيمر هيمر بالمقاومة RX وال RY، لأن في التوسيع على التوالي التيار مش بيتجزأ، التيار في كل مقاومة بيبقى هو. يبقى ال R1 هتساوي RX زائد ال RY. طيب في الدايرة التانية الاي 2 هتمر بس بالمقاومة RX. ليه؟ لأن في التوسيع على التوازي التيار بيتجزأ، التيار هنا مر بالار اكس بس، يبقى الار بتاعت الدايرة التانية هتكون RX بس. وهو عاوز النسبة بين ال V1 لل V2. ال V بتساوي ال V بتساوي IR، والاي هنا ثابت، يبقى عشان اعمل نسبة هشتغل بالار بس. يبقى ال VB1 لل VB2 هتساوي R1 على الار 2، والار 1 جبناها ب RX زائد RY، والار 2 جبناها ب RX. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 31 الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الأميتر تساوي 0 فإن قيمة المقاومة R هتساوي. ويقصد يقول لك يقصد يقول لك إن نسبة المقاومة دي للمقاومة دي هتساوي نسبة المقاومة دي
للمقاومة دي، يعني 8 على 4 هتساوي 2، هتساوي ايه؟ هتساوي الار على 6. هنضرب طرفين في وسطين يبقى الار هتطلع 12 اوم. يبقى الإجابة الصح هتبقى رقم ج. رقم 32 فيها الدائرة الكهربية المقابلة وما قيمة المقاومة RCD إذا كان فرق الجهد عبر المقاومة 4 أوم يساوي 0. بص كده معايا على الرسمة، التيار دخل من البي وخرج من السي. تعال نرسمها كده تاني عشان تاخد بالك منها. ادي البي وادي السي، التيار دخل من هنا وخرج من هنا. عندي النقطة A والنقطة D. عندي بين ال A وال B مقاومة 5 أوم، وبين ال A وال C مقاومة 2 أوم. وعندي بين ال B وال D 2.5 أوم، وبين ال C وال D ال R. وبين ال D وال A مقاومة 4 أوم. وهو قال في السؤال إن فرق الجهد بتاع المقاومة 4 بيساوي 0، يعني ممرش فيها تيار، يعني كده هي بالنسبة لي ايه؟ ملغية. يبقى نسبة الار دي للار دي هي نفسها نسبة الار دي للار دي، يبقى 2 على 5 هتساوي الار سي دي على 2.5. هنضرب طرفين في وسطين يبقى الار سي دي هتساوي 2 في 2.5 على 5 هتساوي 1 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 33 فيها الشكل المقابل النسبة بين قيمتي المقاومة المكافئة في حالتي فتح وغلق المفتاح ك على الترتيب. بص كده معايا، في حالة فتح المفتاح يعني الجزء ده مش موجود معايا، التلاتة دي والتلاتة دي هيبقوا توالي مع بعض ب6 أوم. الستة توازي مع التلاتة يبقى الار بتاعتها هتساوي 6 في 3 على 6 زائد 3 هتطلع معانا ب2 أوم. ودول برضو 6 أوم توازي مع التلاتة يبقى الار بتاعتها ايه؟ ب2 أوم. يبقى الار المكافأة في حالة فتح المفتاح هتساوي 4 أوم. طيب في حالة غلق المفتاح أنا عندي سلك هنا فاضي. تعالى نعيد رسمها تاني. بص أنا عندي هنا نقطة هسميها 1، وعندي هنا نقطة هسميها 2، وده سلك فاضي يبقى دي برضو ايه؟ 2. وعندي نقطة هنا هسميها 3، والنقطة دي هسميها 4. أدا عندي النقطة 1 والنقطة 4 اللي خارج منها ايه؟ التيار. وادي النقطة 2 وادي النقطة 3. بين 1 و2 معايا 3 أوم، وبين 1 و3 3 أوم. وبين 2 و3 معايا 3 أوم. وبين 2 و3 3 أوم كمان. وعندي من 2 ل4 3 أوم. ومن 3 ل4 3 أوم. بص كده معايا، المقاومتين التلاتة دي والتلاتة دي بين فرعين، ونسبة الار دي للار دي هي نفسها نسبة الار دي للار دي. المقاومتين دول ملغيين، يبقى الشكل هيبقى كالآتي. معايا مقاومة 3 توازي مع التلاتة، وادي مقاومة 3 برضو توازي مع التلاتة. 3 والتلاتة توازي، الار بتاعتهم هتبقى 3 على 2، ودي نفس الكلام 3 على 2. يبقى الار المكافأة بتاعتهم هتساوي 3 أوم. ده في حالة ايه؟ غلق المفتاح. وهو عاوز النسبة بين فتح المفتاح وغلق المفتاح، يعني هتكون 4 على 3. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 34 الأشكال التالية تمثل 4 دوائر كهربية، فإن الدوائر التي لا يمر تيار كهربي فيها المقاومة 5 بها هي. تعالوا نشوفهم شكل شكل. بص كده على الشكل الأولاني، أدي المقاومة 5 بين فرعين، نسبة المقاومة دي للمقاومة دي هي نفسها نسبة المقاومة دي للمقاومة دي، يبقى دي معانا. رقم 2
معايا مقاومة 6 و6 توازي، و6 توازي برضو، والمقاومة 5 بينهم. المقاومة 5 بين فرعين، أيوة. نسبة المقاومة دي للمقاومة دي بتساوي نسبة المقاومة دي للمقاومة دي، أيوة، يبقى دي معانا. رقم 3، 6 و6 توازي، المقاومة 5 هنا، وال12 توازي. المقاومة 5 بين فرعين، ونسبة دي لدي بتساوي نسبة المقاومة دي للمقاومة دي، يبقى المقاومة 5 ما بيمرش فيها تيار، يبقى دي معانا. رقم 4، أدي المقاومة 5 بين فرعين، أيوة. طيب نسبة المقاومة دي للمقاومة دي بتساوي نسبة المقاومة دي للمقاومة دي، لأ، لأن 6 على 3 مش بتساوي أبدا 3 على 6، يبقى دي مش معانا. يبقى الدوائر هي ايه؟ 1 و2 و3، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 35، سلك معدني منتظم المقطع مقاومته الكهربية R، تم تقسيمه إلى 4 أجزاء متماثلة، ووصلت هذه الأجزاء معا كما بالشكل المقابل، فإن المقاومة المكافئة للمجموعة بين النقطتين A و B هتساوي. السلك اتقسم ل4 أجزاء متماثلة، معنى كده إن المقاومة هتتقسم برضو ل4 أجزاء متماثلة، يبقى كل جزء هياخد ايه؟ ربع الآر، ربع آر، ربع آر، ربع الآر. التلات أجزاء دول متوصلين مع بعض على التوازي، يبقى الآر بتاعتهم هتساوي ربع الآر على ال3، هتساوي 1/12 آر. يبقى أنا فكيت التلات مقاومات دول لمقاومة واحدة ب1/12 آر، هتبقى توالي مع الربع آر. الآر المكافئة هتساوي 1/12 آر زائد ربع آر، هتساوي تلت الآر. يعني الإجابة هتكون آر على ال3 اللي هي رقم د. رقم 36، موصلان غير معزولين X و Y منتظم المقطع، طولهما L و2L، ومساحة مقطعيهما A و2A، وقيمتي التوصيلية الكهربية لمادتيهما 8 سيجما وسيجما على الترتيب. يبقى الموصل X الطول بتاعه L، والمساحة بتاعته E، والتوصيلية بتاعته 8 سيجما. الموصل Y الطول بتاعه 2L، والمساحة 2A، والتوصيلية سيجما. وضعا متلاصقين تماما كما بالشكل المقابل، فإذا كانت المقاومة الكهربية للموصل X 5 أوم، فإن قيمة المقاومة المكافئة لهما عند توصيل مصدر كهرباء بين النقطتين A و B هتساوي. يبقى ده مقاومته 5 أوم. طيب أنا عاوز أجيب مقاومة الموصل Y عشان أعرف أجيب المقاومة المكافئة ليهم. هجيبها إزاي؟ الR بتساوي رو E في ال L على ال A، وهو مديني في السؤال السيجما، واحنا عارفين ان الرو اي بتساوي 1/السيجما، يبقى الار هتساوي ال على السيجما في ال A. عشان اجيب الار واي هعمل نسبة بين الار واي والار اكس، يبقى الار اكس للار واي هتساوي ال اكس على ال واي مضروبة في ال A بتاعة الواي على ال A بتاعة الاكس مضروبة في السيجما واي على السيجما اكس. يلا نعوض. ال بتاعة الاكس ب L، وبتاعة الواي 2L، ال A بتاعة الواي ب2E، وبتاعة الإكس بA، السيجما بتاعة الواي سيجما، وبتاعة الإكس ب8 سيجما. السيجما هتروح مع السيجما، والA مع الA، والL مع الL، والاتنين هتروح مع الاتنين، يعني هتساوي 1/8. والR بتاعة الإكس هتكون 5، هنضرب طرفين في وسطين، يبقى الR واي هتساوي 5 في 8 هتساوي 40 أوم. قال إن هما ملتصقين تماما، يعني الموصل X ملتصق بالجزء ده من الموصل Y، والجزء ده طوله L، يبقى ده 20 أوم. طيب وباقي ال20 التانيين هيبقى فيه هنا عندي نص L وهنا نص L، يعني الجزء ده هياخد 10 أوم والجزء ده هياخد 10 أوم. تعالى ارسمها لك على شكل مقاومات عشان بس تاخد بالك أنا قصدي ايه. عندي هنا الموصل X معاه 5 أوم متصل بجزء من الموصل Y اللي هو 20 أوم، وعندي هنا 10 أوم وهنا 10
اوم. الخمسة والعشرين متوصلين مع بعض توازي، الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني هتساوي الخمسة في عشرين على الخمسة زائد عشرين، هتحسبها هتطلع معاك بأربعة اوم. الأربعة توالي مع العشرة والعشرة، يبقى الار المكافأة هتساوي 24 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 37 موصلان منتظمة المقطع من نفس المادة، يعني ليهم نفس الرؤي، ولهما نفس المساحة، يعني ليهم نفس الايه. فإذا وصلا معا بواسطة زالق واحد واتنين ودمج في دائرة كهربية كما موضح فيها شكل المقابل، كانت المقاومة المكافئة لهما تساوي R، فإنه عند تحريك الزالق واحد إلى الموضع B تصبح المقاومة المكافئة لهما هي. بص كده معايا، التيار هيمشي كده كده، هيمر بالجزء ده بس من الموصل ايه، من الموصل الأول، مشي فيه إلا على الاتنين. تمام كده، تمام. والار بتساوي رو اي في ال على الاي، وقلنا الرو اي ثابتة والاي ثابتة، يعني انا هجيب الار بدلالة ال، يبقى الار اللي عند الزولق الاول هتساوي نص ال، ده قبل ما نحرك الزولق، ده قبل. طيب عند الزولق التاني التيار هيمشي كده، هيمر في الجزء ده بس من الموصل، هيمشي في جزء طوله ال، يبقى الار اللي عند الزولق اتنين هتساوي ال، والاتنين متوصلين مع بعض توازي، يبقى الار المكافأة ليهم هتساوي نص ال مضروبة في ال على واحد ونص ال، هتساوي واحد على التلاتة ال. قلنا ان ده قبل ما نحرك الزالق. بعد ما نحرك الزالق عند الموضع B، هنا التيار هيمشي في الموصل كله، والموصل كله طوله ال، يبقى الار اللي عند الزالق الاول هتساوي ال، وهنا زي ما هو ما حركناش فيه حاجة، يبقى الار اللي هنا برضو ايه، هتساوي ال، والاتنين متوصلين مع بعض توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي نص ال. ده ايه، ده بعد ما حركنا الزالق. هنجيب النسبة بينهم عشان نعرف الار حصل لها ايه، يبقى الار قبل على الار بعد هتساوي، الار قبل كانت تلت وبعد بقت نص، ال هتروح مع ال هتساوي اتنين على التلاتة، يبقى الار بعد ما حركنا الزالق هتساوي تلاتة على الاتنين ار. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 38 فيها شكل واحد سلك منتظم المقطع طوله ال ومقاومته R، فإذا قطع ال نصفين وتم سحب أحد النصفين ثم أعيد توصيلهما معا فأصبح طول السلك كله 3 ال كما بالشكل 2، فإن المقاومة الكلية للسلك فيها الشكل 2 هتساوي. السلك كان الأول طوله ال والمقاومة بتاعته R، قسمناه نصين، نص منه اتسحب والنص التاني زي ما هو. النص اللي زي ما هو طوله هيبقى نص ال، والمقاومة بتاعته هتبقى نص الار. اما النص التاني بقى الطول بتاعه اتنين ونص ال، والار بتاعته انا عاوزها، فعشان اجيبها هو السلك حصل له ايه، حصل له سحب، فانا عارف ان في اعادة السحب والتشكيل بستخدم القوانين اللي فيها الفوليوم، وانا هنا شغال على الطول يبقى هستخدم القانون اللي فيه طول، يبقى الار هتساوي رو اي في ال تربيع على الفوليوم، والفوليوم ثابت والرو اي ثابت. يبقى علشان اجيب الار اتنين اللي هو بعد السحب، انا عاوز الار واحد، الار واحد كانت نص والال كانت نص برضو، يبقى عشان اجيب الار اتنين هعمل نسبة بين الار واحد والار اتنين، يبقى الار واحد والار اتنين هتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، والال واحد كانت بنص تبقى ربع ال تربيع، والال اتنين بقت اتنين ونص، يعني ستة وخمسة وعشرين من مية ال تربيع، ودي هتروح مع دي هتساوي 0.04. والار واحد قلنا ان هي كانت بنص ار، هنضرب طرفين في وسطين
الR2 هتساوي نص R على 0.04، هتطلع 12.5 R. الار دي بتاعت الجزء اللي هو ايه اللي اتسحب، بس هو عاوز المقاومة الكلية للسلك. انا معايا هنا جزء كمان بنص ار، يبقى الار بتاعت السلك كله هتساوي 12.5 ار زائد نص ار هتساوي 13 ار. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 39، في أي دائرة من الدوائر الكهربية التالية تختلف شدة التيار المار في إحدى المقاومتين عن المقاومة الأخرى؟ احنا عارفين ان في اي توصيل على التوالي التيار بيبقى واحد في كل المقاومات، يبقى هنشيل اي دايرة فيها توصيل على التوالي. يبقى رقم ب فيها توصيل على التوالي يبقى مش معانا، ودال فيها توصيل على التوالي يبقى مش معانا. يبقى هنشوف رقم ألف ورقم ج. ألف عندي مقاومتين مختلفتين، معنى كده ان التيار هيتجزأ بينهم وهيبقى مختلف في المقاومتين، يبقى دي معانا. ج عندي المقاومتين متساويتين، يعني التيار هيتجزأ بينهم بالتساوي، يعني دي مش معانا، يبقى الإجابة هتكون ألف. رقم 40، فيها الدائرة الكهربائية المبينة إذا كانت قراءة الأميتر A1 تساوي 1.2 أمبير، فإن قراءة الأميتر A2 هتساوي A1 بيقرأ إيه؟ A1 بيقرأ التيار الكلي بتاع الدائرة كلها اللي هو 1.2 أمبير، وأنا عندي 3 مقاومات متوصلين مع بعض على التوازي والتلاتة ليهم نفس القيمة، معنى كده إن التيار هيتقسم عليهم هما التلاتة بشكل متساوي. يبقى 1.2 هنقسمها على التلاتة هتطلع إيه؟ 0.4. يبقى كل مقاومة هتاخد إيه؟ 4/10. 4/10 وهنا 4/10. الأميتر A3 هيقيس التيار اللي خارج من المقاومة دي، يعني هيقيس ايه؟ 0.4 بس. الأميتر A2 هيقيس التيار اللي جاي من المقاومة دي والمقاومة دي، يعني عندي 4/10 و4/10 هيقيس ايه؟ 8/10. وقلنا الأميتر A1 هيقيس اللي خارج من الثلاث مقاومات، يعني هيقيس التيار الكلي اللي هو 1.2. هو عاوز قراءة الأميتر A2 هتساوي كام؟ هتساوي 8/10، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 40، فيها الدائرة الكهربائية المبينة إذا كانت قراءة الأميتر A1 تساوي 1.2 أمبير، فإن قراءة الأميتر A2 هتساوي A1 بيقرأ إيه؟ A1 بيقرأ التيار الكلي بتاع الدائرة كلها اللي هو 1.2 أمبير، وأنا عندي 3 مقاومات متوصلين مع بعض على التوازي والتلاتة ليهم نفس القيمة، معنى كده إن التيار هيتقسم عليهم هما التلاتة بشكل متساوي. يبقى 1.2 هنقسمها على التلاتة هتطلع ايه؟ 0.4. يبقى كل مقاومة هتاخد ايه؟ 4/10. 4/10 وهنا 4/10. الأميتر A3 هيقيس التيار اللي خارج من المقاومة دي، يعني هيقيس ايه؟ 0.4 بس. الأميتر A2 هيقيس التيار اللي جاي من المقاومة دي والمقاومة دي، يعني عندي 4/10 و4/10 هيقيس ايه؟ 8/10. وقلنا الأميتر A1 هيقيس اللي خارج من الثلاث مقاومات، يعني هيقيس التيار الكلي اللي هو 1.2. هو عاوز قراءة الأميتر A2 هتساوي كام؟ هتساوي 8/10، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 41، وصلت 4 مقاومات على التوازي ببطارية قوتها الدفع الكهربية 9.2 فولت، وكانت قيم شدة التيار المار في كل منها هي 4 و14 و45 و150 ملي أمبير كما هو مبين بالشكل المقابل، فإن عاوز المقاومة الكلية للدايرة. طب أنا معايا شدة تيار ومعايا فرق جهد، يبقى هجيب المقاومة من القانون اللي هو الR بتساوي V على الI. أنا معايا I الفروع كلها، طب أنا عارف إن التيار في التوصيل على التوازي بيتجزأ، يبقى الI الكلية هتساوي، هجمع كل التيارات دي، هتساوي 150 زائد 45 زائد 14 زائد 4 هتساوي 213 ملي أمبير، والR بتساوي ال V على ال I، وال V ب9.2، وال I جبناها ب213 وهنضربها في 10⁻³ علشان هي بالملي، هتطلع معانا ب43.19 أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 2، شدة التيار الكلي المار فيها البطارية إذا تم تغيير المقاومة الأكبر بمقاومة أخرى ضعف قيمتها. طب أنا هعرف منين المقاومة الأكبر؟ أنا عارف إن الR بتتناسب عكسي مع الI، فأكبر مقاومة هتكون أقل تيار. أقل تيار هو 4 ملي أمبير، يبقى ده أكبر مقاومة،
هنا المقاومة زادت للضعف بقت 2 ار، معنى كده ان التيار هيقل للنص، هيبقى 2 ملي امبير. وهو عاوز التيار الكلي اللي مر في البطارية. هنجيب التيار الكلي، هنجمع كل التيارات دي، هنا كان 4 هنا بقت 2، يعني نشيل 2 من التيار الكلي هيبقى 211 ملي أمبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. رقم 42 فيها الشكل الموضح، عاوز قراءة الأميتر A1. بص كده معايا على الشكل، التيار داخل من هنا، معنى كده إن A1 دي بتقرأ التيار الكلي للدايرة، واحنا قلنا إن في التوصيل على التوازي إن التيار مش بيتجزأ، يعني التيار اللي هيمر بالمقاومة 5 هو التيار اللي هيمر بالمقاومتين دول، بس أول ما يدخل على دول هيبدأ يتجزأ. تمام كده، تمام. طيب عشان أجيب القراءة بتاعة الأميتر A1، أنا قلت إن هو هيمر هنا بنفس قيمته، مش هيتجزأ، وأنا معايا مقاومة ومعايا فرق جهد، يبقى ال I هتساوي V على ال R، وال V ب20 وال R ب5، هتساوي 4 أمبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. رقم 2 عاوز قراءة الأميتر A2. احنا قلنا ان التيار مش هيتجزأ، يعني هنا هيمشي 4 أمبير، وهنا هيمشي 4 أمبير برضو، هيدخل هنا هيتجزأ بين 10 و30. أنا عاوز قراءة A2، و A2 اللي هي موجودة في الفرع اللي فيه المقاومة 10. عشان أجيب أي تيار فرع هيساوي ال I الكلية على ال R الكلية اللي هي بتاعة الجزء ده بس، على ال R بتاعة الفرع، يعني هتساوي ال I الكلية قلنا 4، وال R هنجيبها، ال R هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني هتساوي 10 في 30 على 10 زائد 30، هتساوي 7.5 أوم. ال4 هنضربها في 7.5 على ال R بتاعة الفرع اللي هي 10، هتطلع معانا 3 أمبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. رقم 43 فيها الدائرة الموضحة، عاوز المقاومة المكافئة. بص كده معايا، عندي هنا نقطة هسميها 1، وده سلك فاضي، يبقى دي برضو 1، وادي نقطة هسميها 2، والنقطة دي هسميها 3. التيار داخل من هنا وخرج من هنا. تعالى نعيد رسمها تاني، عندي ادي النقطة 1، وادي النقطة 2، وادي النقطة 3. الستة بين 1 و2 6 أوم، والتلاتة بين 1 و2 ادي 3 أوم. 10 بين 1 و3 والتمانية بين 2 و3. ال3 وال6 مع بعض توازي، الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 3 في 6 على 3 زائد 6 هتطلع معايا ب2 أوم. يبقى الجزء ده كله 2 أوم، ال2 مع ال8 توالي، يبقى الفرع ده كله ب10 أوم، وال10 هتبقى توازي مع ال10، الار بتاعتها هتساوي ار على الان، يعني 10 على 2 هتساوي 5 أوم. يبقى الإجابة هتبقى رقم أ. رقم 2 عاوز شدة التيار الكلي المار في الدائرة. أنا جبت ال I الكلية ومعايا ال V، يبقى ال I هتساوي ال V على ال R، هتساوي 10 على 5، تطلع معايا ب2 أمبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. رقم 3 عاوز شدة التيار المار خلال المقاومة 6 أوم. تمام، أنا جبت الفرع ده كله ب10 أوم، والفرع ده ب10 أوم، معنى كده إن التيار هيتقسم بينهم بالتساوي، يبقى الفرع اللي فوق ده هياخد 1 أمبير، والفرع اللي تحت 1 أمبير، والتمانية والجزء ده كله مع بعض توالي، يبقى التمانية هتبقى 1 أمبير، والتلاتة والستة هما الاتنين 1 أمبير، والمقاومة المكافئة بتاعتهم قلنا إن هي 2، والآي بتاعة الفرع هتساوي اي الكلية في الار الكلية على الار بتاعة الفرع. الاي الكلية كام؟ 1 أمبير، والار الكلية جبناها ب2 على الار بتاعة الفرع اللي هي 6، هتحسبها هتطلع معاك بتلت أمبير، اللي هي بتساوي 0.33 أمبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. رقم 44 في أي من الأشكال الآتية يكون فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4 أوم يساوي 4 فولت. عشان أجيب فرق الجهد، ال V بتساوي I
في الار. تعالوا نشوفهم واحد واحد. التيار الكلي هنا 12، يبقى التيار اللي هيمر بالتلاتة 12، والتيار اللي هيمر بالجزء ده كله 12 أمبير. أنا عاوز التيار اللي هيمر بالمقاومة 4 بس. عشان أجيبه قلنا إن احنا بنجيب التيار بتاع الفرع، الآي الكلية اللي هي 12 مضروبة في الآر الكلية اللي هي بتاعة الجزء ده، وهجيبها الآر الكلية هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، 2 في 4 على 2 زائد 4 هتساوي 4 على 3 على الآر بتاعة الفرع 4 هتطلع معانا ب4 أمبير. هجيب الفي بتاعتها، الفي بتساوي الآي في الآر، والآي جبتها ب4 والآر عندي ب4 هتساوي 16 فولت، يبقى دي مش معانا. التيار الكلي 3 والآر المكافأة هي زي دي بالظبط، هتبقى 4 على 3. يبقى عشان أجيب الآي بتاعة الفرع ده هقول إن الآي بتاعة الفرع هتساوي آي الكلية اللي هي 3 مضروبة في المقاومة الكلية اللي هي 4 على 3 على الآر بتاعة الفرع 4. هتحسبها، 3 هتروح مع 3 هتحسبها هتطلع معاك ب1 أمبير. يبقى الفي بتاعة الفرع هتساوي الآي في الآر، والآي جبناها ب1 والآر ب4 هتساوي 4 فولت، يبقى دي تمام. رقم ج، التيار الكلي 3، يبقى معنى كده ان التيار اللي هيمر بالمقاومة 2 هيبقى 3 أمبير، واللي هيمر بالمقاومة 4 هيبقى 3 أمبير. يبقى الفي هتساوي الآي في الآر هيساوي 3 في 4 تساوي 12، يبقى دي مش معانا. هنا برضو نفس الكلام، الآي ب6 والتيار اللي هيمر بالمقاومة 4 هيبقى 6 أمبير، واللي هيمر بالدايرة دي كلها هيبقى برضو 6 أمبير. يبقى ال V بتاعة المقاومة 4 هتساوي 6 في 4 تساوي 24، يبقى دي مش معانا. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ب. رقم 45 فيها الشكل المقابل تكون النسبة بتاعة الآي 1 للآي هي الآي هي بتاعة الدايرة كلها، والآي بتساوي ال V على الآر. طيب عشان أجيب الآي بتاعة الدايرة كلها لازم أجيب الآر بتاعة الدايرة كلها، يبقى الآر المكافأة الاتنين والاتنين مع بعض توالي هتساوي 4 أوم، والأربعة توازي مع الاتنين يعني هتساوي 2 في 4 على 2 زائد 4 هتساوي 4 على 3. يبقى الآي هتساوي في على 4 على 3 هتساوي 3 في على 4، والفي كده كده ثابتة. طيب الآي 1 هتساوي اللي هي بتاعة الفرع ده مقاومته 4 أوم هتساوي في على الآر، والآر هنا ب4 والفي كده كده ثابتة. يبقى نسبة الآي 1 للآي هتساوي 1 على 4 على 3 على 4 هتروح مع 4 تساوي 1 على 3. يبقى الإجابة هتكون رقم ب.